اوكي، شغلة أخيرة أريد أحكي لكم عنها قبل ما أطلع وأنسى، لأنه قبل ما أروح للناصرية حكيت لكم عن الليزر. أني الأجهزة اللي مجربتها اللي شفت عليها نتيجة، واللي حسيت إنه أكو أجهزة أرخص ونتيجتها أقوى. وبما إنه هسه ممكن أكو أشخاص جديدين جايين، فراح أحكي الموضوع بشكل مختصر مفيد لكم إذا أنتم كنتوا حابين تسوون ليزر وتستفادون من تجربتي، باعتبار أني مسوية يعني هواية جلسات ووصلت تقريبا إلى أنه يعني ماكو شعر كلش خفيف اللي هي الإدامة. أول حياتي سويت ليزر بجهاز كانديلا. ورا فترة أني انتقلت لتركيا، العيادات اللي كانت قريبة من بيتي هناك ما كانوا عندهم كانديلا، فاضطريت أكمل الجلسات مالتي عمود ما يرجع يطلع الشعر. سويته بجهاز دايود اللي نزلت لكم اياه ذاك اليوم، وصار عليه ضجة وكلها راحت للعيادة تريد لها هذا الجهاز. وصراحة يستحق لأنه أرخص من باقي أنواع الأجهزة، وإحنا يعني الليزر جلسات جلسات جلسات، فنحتاج نوفر. غير هذا النتائج مالته كلش قوية، يعني أقوى من هواي أجهزة ثانية. يعني أنتي مسوية خلينا نقول 8 جلسات بكانديلا أو بدكا موتوز، أنتي نصهم تقريبا ويا هذا الجهاز، وبنفس الوقت سعره كلش زين. فيعني منو ما يريد هيك نتيجة. وخلينا نحكي بصورة عامة، الألم موجود بكل أنواع الأجهزة، ويختلف من شخص لشخص حسب سمك الشعرة، بس الألم موجود. ممكن يقل شوية، يخف شوية، يزيد شوية، بس هو موجود. الجهاز الوحيد اللي ما بألم نهائي 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 هو الدكا موتوز. والدكا موتوز من الأجهزة اللي يحتاج لها جلسات أكثر. يعني إذا أنت تخافين كلش أو تتأذين أو مثلا تردين بس المناطق اللي تأذي، خلينا نقول بكيني أو أي منطقة تأذيك بجسمك، ممكن وباقي الجسم تسويه مثلا بهذا الدايود اللي أنا قلت عليه، لأنه النتيجة مالته خرافية، يعني سريعة ب4 جلسات. أني لما رحت تركيا أكو مناطق شلون هيجي حكمت ما كنت مسويتها، يعني مثلا رجلي وإيدي ما كنت مسويتها، فقلت خلي أبدي بما أنه أنا رايحة وسعره يعني زين، خلي أسويها همينة. فسويتها 4 جلسات. شعر وينه؟ هل الجهاز هل المنطقة؟ بس بعدين اكتشفت انه الجهاز، لان حتى بالعيادة قالوا لي انه هذا الجهاز نتيجته اسرع من باقي الاجهزة. بصورة عامة ان جنرال اجهزة الليزر كلها تسوي نفس النتيجة. يعني شلون خلينا نقول هم مثلوا لي بالسيارات، كلها تؤدي نفس الغرض، توصلك للوجهة مالتك. اجهزة الليزر كلها تؤدي نفس الغرض، اللي هي تقلل من نمو الشعر. بس الفرق بينهم شنو؟ اكو جهاز نتيجته اسرع مثل اللي انا قلت لكم عليه، اكو جهاز ما بيألم نهائيا مثل اللي قلت لكم عليه، اكو جهاز يشتغل على البشرة الفاتحة، اكو على البشرة الغامقة، اكو يشتغل عليهم كلهم، اكو جهاز يشتغل على الناس اللي عندهم الشعر الخشن يطلع لهم مثل جلد البرتقالة او الفراولة، على مود يقلل من هذا الموضوع. فحسب كل احد. اكو مثلا من تقول اوكي انا اريد الجلسات تطول بس وما عندي مشكله بالميزانيه، بس اني المهم ما اتاذى. اكو من تقول لا انا اريد نتيجه اسرع، مالي خلق اظل يوميا رايحه العياده واريد اخلص من الموضوع سريع، فتختار مثل اللي اني مختارته. اكو ناس مثلا هم حسب المشكله اللي يعانون من عندها. أنا هالمرة سويتها بعيادة شيء أهم شيء العيادة لازم يكون عندها. يعني أنا هاي العيادة اللي رحت لها بقى موضوع اللي هو تختارون العيادة مثل ما قلت لكم. أني مرة من المرات من كنت أسوي كانديلا احترق جسمي، وبقى الآثار فترة طويلة لحد ما راحت بسبب خطأ يسووه أغلب العيادات. فأنتم من تروحون لازم تلاحظون هذا الشيء، إنهم ما يخلون اسمكم بسيستم، ويخلون الحالة مالتكم، كم جلسة سويتوا، الدرجة مالت الليزر بكل جلسة ايش قد زادت. لأنه إذا ما تسجلت بكل بساطة ما راح المرة الجاية ما راح يعرفون، أو تيجي موظفة جديدة يبدلون، وتيجي هذا الشخص اللي يضرب البنية اللي تضرب ليزر ما تعرف انت ايش قد الدرجة اللي كانت قبل، ولا انت حافظتها لأنه مو شغلك. تيجي بكل بساطة تنطي درجة من كيفها مثل ما سوت وياي واحترق جسمي. فالمهم مثلا هسه عيادة شيء من تروحون يخلون اسمكم بالسيستم، ويخلون الجلسات مالتكم، فيخلون همنا في حال صارت عروض يراسلوكم صارت عندنا عروض. اذا اجتكم جلسة مجانية لانه انتم سويتوا اكثر من جلسة فتطلع لكم جلسة مجانية، خابروكم انتم عندكم هاي الجلسة المجانية.
بالاضافه الى انه شاركت اني الاسعار وياكم ذيك المره، اسعارهم كلش 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 زينه. راح اخلي لكم اياها وقارنوا الاسعار على مود تعرفون، باعتبار يعني انا مسويه ليزر هوايه واعرف الاسعار مالت الاجهزه. بالاضافه الى انه النظافه والتعقيم بهذا الموضوع كلش مهمه، لانه اكو اجهزه تكون بتماس مباشر ويا البشره، فضروري يكون المكان معقم نظيف، لانه تعرفون من جسم للثاني. راح اخلي لكم هنا راح اخلي لكم اسم المركز اللي سويت يمه، وراح موجوده عند الجهاز اللي اني احبه واللي اني شفت عليه نتيجه سريعه، راح اخلي لكم اسمه واللي يبقى. ذاك اليوم سألتون، طبعا انا الانفلونزا لحد الان ما احكي لكم يعني مدى تروح. المهم سألتوني على المخدر، اي نوع مخدر استخدم. المخدر اكو نوع اسمه املا ينباع بالصيدليات، بس المشكله انه سعره ويا حجمه قدوته وسعره، فتخديره زين. بس اكو واحد اني استخدمه، بس ذكروني من ارجع لتركيا اصور لكم اياه على مود تشوفون اذا موجودين هنا بالصيدليات. تخديره كلش زين، وحجمه همينه زين، وسعره همينه زين، فعلى مود تقدرون كل شهر لما تخلون من عنده يطول وياكم. وبالنسبه للشيفنج او الحلق مالت الجسم، فاني بالنسبه لي كنت اسوي قبل الجلسه بيومين حتى يكون ملحق انه يعني شويه طالع الرؤوس مال شعرات على مود يلقطها الليزر. اتمنى جاوبت كل الاسئله اللي ببالكم. شغله اخيره بالنسبه للحمل، اني قبل ما اقرر اصير حامل ب3 اشهر وقفت كل شيء، والليزر اصلا كنت موقفته قبل 6 اشهر، فلا اثناء الحمل سويت ولا مثلا وقفته قبل فتره من الحمل. اكو دكاتره يقولون ممكن اوكي ممكن لا، بس اني يعني راي شخصي وكتجربة شخصية وقفته طول هالمرحلة. وورا اثناء الحمل اني شخصيا بالنسبة الي ما زاد الشعر ولا رجع طلع مثل قبل، ولا يعني تغير فد شي. نفس الموضوع ممكن يختلف من جسم للثاني، ممكن كل بنية وجسمها، هرمونات، هاي الاشياء كلها تختلف. بس انتو سألتوني وهاي تجربتي الشخصية، اني ما تغير الشعر نهائي، لان هم كنت سامعة انه بالحمل والولادة وراها راح يتغير الشعر، بس بالنسبة لي لا، نفس الموضوع ما تغير. شغلة أخيرة ذكرتها سواء دا أطلع ورجعت، سألتوني هم مرة عن بوقتها عن الليزر المنزلي. أنا شخصيا ما مجربة الليزر المنزلي، أكو بنات أعرفهم مجربين وسألتهم، حتى سألت أكثر من وحدة على مود يعني أقول لكم اللي صاير وياهم. الليزر المنزلي بنتائج، بس النتائج مالته بعيدة، يعني يحتاج له صبر. بالإضافة إلى أنهم هم يقولون يعني أوكي إنهم يروحون للعيادة، بس الجلسة تطول وياهم، لأن يصير مالته العدسة صغيرة، فعلى ما تضرب كل المناطق يعني يحتاج لها تقسمون يوم للإيد، يوم للرجل، يوم لغير مكان، وهكذا. وأكو واحدة من البنات صديقاتي اللي مجربيها تقول أني أسوي بالشهر مرتين، يلا شفت إنه الشعر بدأ يخف. هذا كل ما في جعبتنا. إن شاء الله جاوبتكم على كل الأسئلة، وإن شاء الله ببقى أي شيء ما ذكرته.